السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة سهلة وسريعة كده، وحاجة عارفة انت تفتح النفس كده. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهارده طبق مسقعة لذيذ لذيذة خطيرة. انا جبت هنا زيت وحطيت، جبت البتنجان بتاعي قطعته، وعايزة تسيب الثمار فيه، القشرة السمرا سيبيها، عايزة تشيليها شيلها. انا شلتها الصراحة، ونقعته في معلقة ملح، رشيت عليه معلقة ملح وسبته تقريبا نص ساعة. وبدأت سخنت زيت على نار، حطيت الزيت على النار لحد ما سخن، ونزلت فيه بالبتنجان بتاعي لحد ما خد اللون الذهبي ده واستوى معايا. وبدأت اخرج البتنجان بعد ما احمر كده، شايفين الجمال. واهم حاجة رشة الملح ديت عشان ما يشربش معاكي زيت كتير، وممكن تنزليه في دقيق. تمام. خلاص كده حمرنا البتنجان، ومعايا كمان كام واحدة كده هحطهم. وهجيب كام قرن فلفل، تقريبا 4 قرون فلفل، يعني لو كبير 2، صغير 4. وقطعتهم كده صغير ونزلتهم مع البتنجان، هدوهم لون. وبس كده خلصنا، حمرنا الفلفل والبتنجان. وجبت هنا الصينيه اللي هبدا اعمل فيها المسقعه بتاعتي الخطيره السهله السريعه اللذيذه. جبت هنا طاسه، حطيت فيها معلقتين من الزيت، ما كترش لان طبعا البتنجان فيه زيت عشان ما يبقاش كل دسمه وتقيله يعني. وهبدا انزل بمعلقه كبيره من الثوم، انا عاملاها النهارده بالثوم بس. بصراحة خطيرة، جربوها تعجبكم جدا، وسهلة وسريعة كده، وطعمها حلو قوي، ومن غير تسبيكة بقى، والجو حر والجو ده يعني عارفين انتم، خفيفة خفيفة كده. تمام. هبدأ انزل بالثوم بتاعي بمعلقة ثوم كبيرة، هسيبها لحد ما تصفر. خلاص بدأت تاخد لون معايا، هبدأ انزل عليها بمعلقتين من الخل. بس كده يغلوا معايا غلوة بس كده. وبعد كده هنبدأ ننزل عليهم بمعلقتين من الصلصة. غلوا معايا كده، لازم الخل يغلي مثلا دقيقة ولا حاجة عشان خاطر يطلع بس الطعم بتاعه اللي هو بيبقى اللاذع ده. نزلت هنا بمعلقتين من الصلصة وهقلبهم مع بعض. وبعد كده معايا هنا جبت طماطمتين كبار، ممكن تقدر تزود الطماطم لو انت حابة، وقطعتهم قطع صغيرة كده. وهبدأ انزل بالطماطم على الصلصة والثوم. وهنضيف البهارات بقى بتاعتنا، انا حطيت كمون وفلفل اسود وشطه وكزبره ناشفه. تقدري تضيفي اللي انت، هو ده اللي بيبقى حلو مع المسقعه الصراحه، البهارات دي ما تحطيش بهارات تانية عشان ما تغيرش طعمها. بس كده نزلنا بالبهارات اللي انا قلت عليها، كمون كزبره فلفل اسود شطه. انا ما حطيتش ملح لان انا كنت نقع البتنجان في ملح وما غسلتوش، يعني هو الملح بتاعها كفيل هيبقى تمام يعني. تمام كده خلاص ضفنا البهارات، هنبدأ نقلب الكلام ده كله مع بعضه. وهبدأ انزل عليهم بقى بعد ما يغلوا غلوة كده مع بعض، هبدأ انزل عليهم بالبتنجان والفلفل بتاعي. لو مش حابة لون البتنجان يبقى غامق كده براحتك، بس انا بحبه غامق كده، بيبقى اجمل يعني. تمام. نزلت بالبتنجان والفلفل وهنبدأ بقى نقلبهم. انا بصوا مش هسيب البتنجانة زي ما هي كده، انا هكسرها يعني، هعملها كده بالمعلقة. واحدة 4 كده. تمام. بس كده حاجة اخر لذاذة بجد تحفة. عايزة تسيبي البتنجان براحتك، عايزة تكسريه كده براحتك، انا عملته بس بالمعلقة كده، كل بتنجانية 4 قطع كده. تمام. وهنغطي عليهم بقى ونسيبهم تقريبا على النار بس 10 دقايق، كل يشربوا من بعض كده، والبتنجان والحاجة تشرب من طعم التوم. وبعد كده هنشوف هيبقى شكلها معانا عامل ازاي. يعني هي اصلا بصراحة تفتح النفس، وشكلها وطعمها تحفة جدا. جربوا الطريقة السهلة السريعة ديت في المسقعة تعجبكم جدا. طبق لذيذ قوي في الحر اللي احنا فيه ده، شايفين الجمال تحفة. جربوها بقى يا رب تعجبكم. وهي دي المسقعة بتاعتي اللذيذة الخطيرة السهلة السريعة اللي مخدتش 10 دقايق بصراحة. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة. ما تنسوش تجربوا المسقعة بتاعتي. باي باي. خطيرة.